اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض أكلة شعبية معروفة في مصر كلها، هي مدفونة البطاطس. مدفونة البطاطس دي معروفة في كل محافظات مصر. في ناس بتسميها كشر البطاطس، في ناس بتسميها مدفونة البطاطس. والمكونات بتاعتها بسيطة جدا، ممكن تكون عندنا في البيت، بظروفها تقومي على طول تطلعي وتعمليها على طول. وتحط جنبها بقى طبق مخلل، بصل متقطع حلقات في خل وليمون، تبقى زي الفل. في الاول كده نشوف هنجيب ايه مع بعض. هنجيب بطاطس وطماطم وبصل وفلفل رومي حسب الرغبة، يعني مش كل الناس بتحط فلفل رومي، كزبرة خضراء وبهارات. في الاول كده جبنا مع بعض، انا جبت كيلو بطاطس، عملت عليه كيلو رز. تكفي الاكلة دي تقريبا كده 8 افراد. عايزه تقللي عايزه تكتري زي ما انت عايزه. في ناس بتحب تكتر البطاطس قوي عن الرز، بس بصراحه بتطلع معجنه. يعني لو انت كترت قوي البطاطس عن كميه الرز اللي انت حطاها، ممكن تطلع منك في الاخر معجنه مش مفلفله. خلي ايدك موزونه في الاتنين، ما تخليش لا البطاطس كتير قوي ولا الرز كتير قوي، لان البطاطس برضو لو قليله عن لو البطاطس قليله عن الرز، هيطلع معاكي ايه؟ طعمه مش حلو. فانا جبت البطاطس قطعتها كده حلقات، طبعا قشرتها وغسلتها كويس جدا. تمسكيها بقى تقطعيها كده مكعبات، مش حلقات، مكعبات كده. طبعا كلنا عارفين طريقة التقطيع يعني. طبعا الأكلة دي شتوية 100%، يعني احنا طول الصيف ممكن ما نعملهاش خالص. ليه؟ لأن هي بتدي طاقة كده وبتسخن الجسم يعني. لكن في الشتاء على طول الدنيا بتشتي على طول، يا اما رز وبطاطس على بعضها اللي هي مدفونة البطاطس اللي هي كشر البطاطس، يا اما بنعمل رز صيادية وسمك صيادية، او محشي، الحاجات اللي هي بتدي طاقة للجسم دي. فخلاص احنا خلاص دخلنا في الشتاء، الاكلة دي خلاص تبقى معتمدة عندنا خلاص. كده البطاطس اهي، طبعا تعتبر اكلة اقتصادية بالنسبة لاكل تاني كتير. قطعت خلاص البطاطس اهو، ده كيلو بطاطس اهو. انا هقطع كل حاجة وبعدين اروح على البوتاجاز مرة واحدة. يعني انت ممكن بقى ايه، تنجزي وقت بقى، تروح عامله بصله بسرعه حطها على البوتاجاز، وعامله على بال ما تقطعي البطاطس وترجعي تحطي على البوتاجاز لغايه ما تغسلي الرز. انا عملت كل حاجه ورحت واقفه على البوتاجاز عامله كله على بعضه وخلاص. قطعت البطاطس اهو، هرجع بقى اقطع طماطميتين. ودي برضو حسب الرغبه، ممكن تحطي طماطميه واحده، ممكن تحطي معلقتين صلصه. انا حطيت طماطميتين لانها بصراحه بتطعمها. دول كده حبيتين طماطم اتقطعت حلقات برضو مكعبات. طبعا دي الاكلات السريعه بقى اللي زي دي، ما تكون واحده موظفه بقى وراجعه مش عارفه تعمل ايه، اما تكون بقى واحده محتاره طول النهار هتطبخ ايه، على طول تروح قايمه جايبه البطاطس والخضره والحاجه وتروح عاملاها. نجيب بقى كزبره وشبت. لو عايزه تحطي بقدونس كمان حطي، بس انا عامله كزبره وشبت بس. نبتدي ان احنا بقى ايه، نقطعهم كده. طبعا لو انت عايزه تعملي كل حاجه في الكبه اعملي الكزبره، طبعا مش هتفرق لو انت عملتها في الكبه، لان هي انت كده كده هتحطها في الرز، هتوه في وسط الرز يعني، مش هتبان انت مقطعاها اصلا لا في الكبه ولا على ايدك. بس انا بصراحه وقفت عملت كل حاجه على ايدي، عملت البصل وعملت الطماطم وعملت كل حاجه على ايدي. ده كان كيلو بطاطس على كيلو رز. وكنت حاطه ربطتين من الكزبره وربطه شبت. كده خلصتها اهو. لو انت وصلت معايا لحد هنا، ارجو ان انت تشترك معايا في القناه وتفعلي زر الجرس. ارجو ان انت تدوسي لايك، وارجو ان انت تعلقي لي تعليق يشجعني. وانا مبسوطه جدا جدا من التعليقات اللي بتجيني مشجعه، الحمد لله. وبتمنى ان القناه تكبر كمان وكمان، ويا رب كل واحد بيتمنى اي حاجه تتحقق باذن الله. بعد كده ننضف مكاننا كده. احنا كده خلصنا الكزبره، حطيتها كده في حاجه في بوله كده، وخلاص قطعت البطاطس وقطعت الطماطم. نيجي بقى على ايه، لسه البصل ولسه الفلفل. طبعا حته الفلفل ده اختياري، انا ساعات بحطه ساعات ما بحطوش. وايه لما اكون بعمل برضو رز صياديه، ساعات بحطه ساعات ما بحطوش، بس هو بالفلفل بصراحه بيبقى جميل. فانا جبت فلفلايه واحده، قطعتها مع الحبتين الطماطم،
برضو حتت صغيرة كده. على فكرة الرز والبطاطس اللي على بعضها او مدفونة البطاطس دي ليها اكتر من طريقة. يعني انا البلد اللي انا مولودة فيها، الاكلة فيها الرز والبطاطس اللي على بعضها دي او كشر البطاطس ده ليه طريقة غير البلد اللي انا متجوزة فيها. فلما جيت اتجوزت هنا لقيت الطريقة اللي انا بعملها دلوقتي دي غير الطريقة خالص اللي ماما كانت بتعملها بيها. انا الطريقة دي طريقة حماتي، بس هي ما بتحطش فيها فلفل رومي. انا حطيت انا كده من عندي كده الفلفل الرومي، لكن الطريقه دي طريقه حماتي. في الطريقه بتاعت ماما ان هي بتصفر البصله وبتحط عليها طماطم بس كتير شويه، يعني يعني مثلا ممكن تجيب مثلا نص كيلو طماطم تعصرها وتحطها، وبعدين تحط عليها تقريبا كيلو بطاطس، ولما تستوي شويه في الطماطم ترجع تاني تحط عليها الرز وتقلبها بالبهارات بتاعتها. دي طريقه ماما. لكن طريقة حماتي ان هي اللي انا هعملها دلوقتي دي بس من غير الفلفلاية الرومي. الفلفلاية الرومي دي زيادة من عندنا. انا كده قطعت بصلاية كبيرة اهو. ما تستخسرش في البصل بقى في الاكلة دي، البصلة بتدي لها طعم حلو. حط كده بصلة كبيرة او بصلتين صغيرين، قطعيهم خرط ناعمة كده، وبعدين انزلي بالزيت. بصوا بقى، لو انت هتحطي زيت قليل في الاول، في الاخر خالص هتقدحي عليها شوية زيت. عايزة بقى ما تقدحيش في الاخر وتريحي دماغك، حطي شوية زيت حلوين في الاول كده تدي لمعان للرز، وخلاص ما عدتش تحتاجي تقدحي في الاخر. انا حطيت الزيت كله في الاول زي ما انا فاكره يعني، لان انا ساعات بعمل كده وساعات بعمل كده، مش فاكره. لان الفيديو ده انا مسجلاه بقاله اكتر من اسبوعين. يعني انا مصوراه بقاله اكتر من اسبوعين، بس انا مش فاكره انا كنت قدحت في الاخر ولا لا، بس تقريبا انا حطيت الزيت كله في الاول. بعد كده بقى ابتدي ان انا اصفر كده البصله. مش اصفرها، لا، ده انا اخليها بني. مش تسفيره، لا، ده انا هخلي اللون بتاع الرز بني زي الرز الصياديه كده. هي دي بقى اللي تدي طاقة للجسم وتخليه تحس بالدفى. نقعد نقلب كده في البصلة كل شوية كده عشان يبقى كلها لون واحد، بس ما تخليهاش تتحرق منك. انا بشوف ناس بيعملوا الاكلة دي بيحرقوا البصلة، بس انت المشكلة بتيجي بقى تقلبي كله على بعضه، بتلاقي ان البصلة محروقة كده في الرز، مبقاش شكلها حلو. لكن انت خلي ايدك بقى بسرعة بسرعة كده، ساعة ما تلاقي اللون وصل للبني الحلو، مش المحروق مش الاسود، لا، البني الغامق، تروحي بقى نازله عليها بالبهارات والحاجه اللي انا هحطها دلوقتي. كده خلاص البصله خلاص قربت خالص اهو. نزلت بيه البهارات بتاعتنا بقى. حطيت ملح فلفل كمون. مفيش اي حاجه تتحط زياده في الرز والبطاطس اللي على بعضها او مدفونه البطاطس. ملح وفلفل وكمون بس كده، مع الزيت والبصل في الاول. يعني انا ما بستناش لما احطها في التسبيكه او في الطماطم او حاجه. ليه؟ بحس ان البهارات بتدي تحميصه حلوه كده لما بحطها في البصل. بوريكم لون البصله كانت جميله ازاي. انزل بقى بعد ما حطيت البهارات وشوحتها شويه كده مع الزيت والبصل، ارجع احط فيها بقى الطماطم والفلفل الرومي. وزي ما انا قلت، لو عايزه تستغنى عن الفلفل الرومي خالص مش مشكله خالص، ما بتفرقش يعني. كده خلاص نزلت بيه بالطماطم وبالفلفل، واقلبهم تقليبتين برضو كده. وقدامك بقى حل من اتنين، يا اما تغلي ميه وتنزلي على الطماطم والبصل ده لغايه ما يستوي شويه في شويه ميه، يا اما تنزلي بالبطاطس زي ما انا عملت كده. انا البطاطس اللي انا مقطعاها وغسلاها كويس جدا، طبعا انا كنت نقعاها في الميه عشان ما تسودش على بال ما اعمل التخديعه بتاعتها. نزلت بيها على الحاجات اللي انا عملتها دي قبل ما احط الميه، ودي اختياري، ممكن تحط الميه الاول عادي متفرقش. كده خلاص اقلبهم كلهم مع بعض بقى مع البهارات وكل حاجه. غليت كده شويه ميه في البراد، ورحت نازله على البطاطس والطماطم والبصل والفلفل والبهارات. بعد كده بقى اسيبها تغلي شويه. في الوقت ده بقى انا خلاص سبت الخلطه دي كلها تغلي شويه. طبعا دي بعد مرور شويه كده اقلبهم كده. وفي الوقت بقى نقيت شويه رز وغسلتهم. طبعا الرز اللي انا هحط كيلو على كيلو البطاطس.
تطلع مظبوطه وكويسه. عايزه تقللي شويه رز قللي مش مشكله. نخلي بالنا منها بقى علشان ايه ما تتلسعش منك. كده خلاص. خلاص استوت اهي البطاطس. ما تسيبهاش تستوي قوي عشان هي لسه هتكمل سواها في الرز. يعني ما تخليهاش تستوي قوي منك هنا. بعد كده هتيجي تحط الرز وتبقى عايزه تستوي في الرز برضو هتعجن منك لانها هتتهري قوي. كده خلاص هي استوت اهي بس مش قوي، يعني كان لسه لها مثلا 10% ولا 15% سوا. هي هتاخدهم بقى في ايه في الرز. كده انا غسلت بقى كيلو رز وصفيته وبعدين نزلت فيه البطاطس بالرز اهو. طبعا انا هقلب كده وبعدين اشوف انا محتاجه ميه قد ايه. طبعا غليت شويه ميه زي ما انتم متعودين بقى، انا دايما البراد بتاعي صديقي ده بغلي في ميه للاكل. فبغلي فيه شويه ميه كده جنبي على بال ما نزلت بقى بالخضره اللي انا عاملاها الكزبره والشبت. ونزلت بيه حبه كده، ما تكتريش قوي برضو عشان ما يديش طعم مش حلو. كتر الحاجه مش حلو، يعني الحاجه الزايده اخت الناقصه كده. وبعدين هبتدي بقى ان انا ايه اظبط العقد بتاعه. شويه ميه كده سخنين، هي مش محتاجه ميه كتير. هظبطها بس كده. ما تزوديش قوي عشان ما تبقاش معاكي معجنه، وما تقلليش قوي عشان ما تطلعش حصى تبقى ايدك ايه ميزان. بعد كده بقى شويه كده وابتدت تشرب اهي. ابتدي بقى ان انا اقلبها كده من تحت لفوق عشان ما تلزقش في ارضيه الحله. لان الاكله دي بالذات ممكن تبقى من فوق بتبقبق كده ميه ومن تحت خالص شيطه. فخلي عينك عليها. قلبي كده على طول. ووطي النار شويه حتى لو كان لسه فيها ميه. ما تخليهاش عاليه قوي عليها لانها بتتلسع بسرعه. بعد كده خلاص هي نشفت خالص اهي. هروح موطيه بقى عليها النار خالص واروح مغطيه عليها. طبعا هي كده لسه ما استوتش خالص، هي نشفت. بعد كده لما استوت خالص ابتديت ان انا اغرفها بقى في اطباق. انا عملت طبقين حلوين اهم. وحطيت جنبها لفت مخلل. وتقدري تحطي بقى اي مخلل عندك، تقدري تقطعي بصل حلقات وتحطيها في خل وليمون وملح. وتقدروا تاكلوها من غير اي حاجه. ممكن تحطي جنبها مثلا كرات او بصل اخضر او اي حاجه جنب الاكله دي. هي اصلا مش محتاجه اي غموس جنبها خالص لان هي اصلا غموسها فيها. يعني هي كانوا اهلنا زمان حتى نيجي نقول لهم مفيش حاجه جنبها يقولك هي مغمسه نفسها. هي فيها الخضره وفيها البصل وفيها الطماطم وفيها الرز وفيها البطاطس، لسه محتاجين ايه. اغرفي لك بقى طبق كده وتروح حطاه على رجليكي كده. وتجيبي المعلقه وتقعدي بقى ايه تديها بقى تقعدي تاكلي بقى من هنا لبكره. تقول لك عشان ادفى بقى. ما عدناش محتاجين حاجه بقى، ما عدناش محتاجين اكل تاني، هتاكليها بقى الصبح. هتفضلي عليها بقى ايه لغايه بالليل. كانت حماتي حتى تقول عليها الخرسانه. اللي هي ماما الخرسانه تقول علشان الواحد بياكلها كده ويمشي ايه زي الالف. يفضل شبعان طول النهار، فعلا عامله زي الخرسانه اللي هي الاسمنت والزلط والحاجات دي، ان هي بتخلي المبنى جامد يعني. فاهمين؟ فبتخلي الجسم شبعان طول النهار. طبعا بالهنا والشفا اللي اكل اي حاجه. وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم. ومش هفكركم تاني ان انتوا تشتركوا معايا في القناه طبعا فضلا منكم وليس امرا. وتفعلوا زر الجرس. وارجو ان انتوا كل واحد فيكم يدعو اصحابه واصحاب اصحابه ان هم يشتركوا معايا في القناه. ويا رب كل فيديوهاتي تعجبكم ويا رب ما اكونش بتقل عليكم. وادعو الجميع ان احنا ندعو لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم على اعدائهم ويثبت اقدامهم ويرحم شهدائهم. ويفرج همومنا جميعا ويبارك لنا في أولادنا. وينجحهم كلهم في امتحانات نص السنة وفي آخر السنة إن شاء الله. وبالهنا والشفا على قلوبكم وتصبحوا على خير.